السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ ان شاء الله يا رب تكونوا في احسن حال. النهارده باذن الله هبتدي معاكم فيديو. بنتي قالت لي يا ماما احنا عايزين ناكل كيكه. طب كيكه يا جماعه، البيض غالي والدقيق غالي والسمنه غاليه. عملت طريقه ناجحه وجميله وهتعجبكم من غير اي تكاليف، ولا ببيض ولا بلبن ولا باي حاجه. يلا بقى تعالوا نشوف هنعمل ايه. معانا طواجن زي دي، هنعمل دلوقتي 7 طواجن هنعمل فيهم الكيكه. يلا نبتدي بسم الله. بصوا يا جماعه، معانا هنا شوكولاته خام. لو مش متوفرة عندك هاتي كيس. شفتوا الشوكولاتة أم جنيه؟ هاتيلك مثلا 3 أو 4. احنا مكسرينها كده، دي كانت عندي من العيد اللي فات حطاها في الفريزر. ومعانا بيكنج باودر وفانيليا، ومعانا دقيق، ومعانا زيت ومية. يلا نشوف هنعمل ايه. نقول بسم الله ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يلا نبتدي. بصوا يا جماعة، احنا هنبتدي. هناخد هنا 4 معالق دقيق، هنا 4 معالق زيت، تمام. كيس واحد فانيليا، بيكنج باودر هناخد معلقة مليانة. البيكنج باودر هو اللي هيرفع لنا الكيكة وهيعمل لنا قوام. بصوا معلقة هنا بس مش سايحة يا جماعة كده. وهنا 4 معالق مية، مية من الحنفية عادي يا جماعة. وهناخد هنا نقطة خل. هنقلب الخليط ده كله، ممكن نقلبه بالمضرب. وهنشوف لو عايزة مية هنحط لها مية تاني بالتدريج. لحد ما نوصل للقوام بتاع الكيكة اللي احنا كلنا بنعمله. هنقلب في اتجاه واحد زيها زي اي كيكة. بصوا يا جماعة القوام ده، هنحط نص معلقة كاكاو خام. بصوا كده يا جماعة، كده ده الشكل النهائي. هنحط قطعة شوكولاتة وهنخلص الكمية كلها وارجع لكم. هنا خلصنا الكمية كلها. بصوا يا جماعة زي ما انتوا شايفين، المهم تقلبي في الطواجن حلو قوي. بصوا السمك بتاعه. نسيت اقول لكم ان احنا ما حطيناش سكر، حطيت معلقتين بعد كده. الطاجن الصغير ده حطيت معلقة ونص، الكبير ده حطيته معلقتين، لان في صوص شوكولاتة هنعمله وفي شوكولاتة هنحطها ايه قطع كده. لان احنا مش حاطين لبن، انا عاملهولك اقتصادي. لان ايه، لو مثلا ما عندكيش لبن ولا بيض ولا اي حاجه ان انت تقومي تقدري تعمليها لعيالك ليكي، تاخديه معاكي طاجن زي ده في شغلك. بصوا نفسي هوريكم دلوقتي. عايزه تبشري شوكولاته وتحطيها على الوش اللي انت عايزاه. بصوا الشوكولاته بنحطها من تحت عشان تسيح، بتدي نكهه وطعم جميل. بصوا البيكنج باودر مع الخل بيتفاعلوا. هندخله الفرن وهوريكم شكله بقى النهائي بأمر الله. بصوا يا جماعة كده ايه، طلعناه من الفرن.
نعمل له اختبار بالخله. الخله اهي، بصوا ما شاء الله انا سايباه يرتاح شويه. بصوا هو برد بقاله شويه، بصوا شكله يعني بسم الله ما شاء الله لسه سخن سنه. دي شوكولاته مبشوره. عايزه بقى تعملي له صوص، تجيبي 2 دانت وتحطيهم. عايزه تجيبي كريمه للشوكولاته، تجيبي كريمه شوكولاته وتحطيها براحتك. انا اكتفيت بالشوكولاته، انا ما كلفتهاش اي حاجه، انا عملتها من قلب البيت. شويه دقيق وزيت وسكر، ما شاء الله هتفرحي عيالك، هتفرحيهم بحاجه ايه حلوه، وفي نفس الوقت ولا بيض ولا لبن ولا مكلفه. وانت شايفه نتيجتها ما شاء الله طالعه ازاي. انا عايزه اوريكي شكلها. بصوا يا جماعه، سخنه، هي سخنه سنه بس. انا عايزه امسك اي واحد اوريكي شكله. بسم الله ما شاء الله. الشوكولاته اللي احنا حاطينها من جوه، شايفه شكله ولا مكتومه، وبسم الله ما شاء الله جميله جميله جميله. عايزه تعملي لها صوص براحتك، انا اكتفيت بالشوكولاته اللي انا حطيتها كده من جوه والشوكولاته دي. وفي واحد تاني في الفرن. وهنا نقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما تنسوناش في اللايك والاشتراك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.